عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني. رانيا من فضفضة قلبي مع رنوش. ان شاء الله النهارده قصتنا تعجبكم، واستنى كومنتاتكم، واستنى بتتابعوني من انهي بلد. انا في حيرة من امري ومحتاجة رايكم دلوقتي. انا انفصلت وابني رضيع، وعشت عمري كله معاه لحد ما بقى في الجامعة دلوقتي. ربنا يخليكي ليه ويقويكي عليه. ومش قادرة اقول لكم على الوحدة اللي بقيت عايشة فيها بعد وفاة اهلي اللي كنت عايشة معاهم. طبعا الأهل بيبقى أساس وسند. طبعا أنا مادام عايشة مع مامتك وباباكي هيلهوك عن أي حاجة، وربنا يخلي لك ابنك. أهلي اللي كنت عايشة معاهم يمكن لو كانوا لسه عايشين ما كنتش فكرت في الجواز تاني وكملت حياتي معاهم، بس الوحدة صعبة. طبعا انت كمان معاكي ولد واحد وبتقولي دلوقتي في الجامعة، يعني ليه مسؤولياته ليه مشغولياته. لو بيروح شغل جنب الجامعة طبعا مش هيبقى فيه وقت تقعدي معاه، طبعا هتحسي بوحدة جامدة. انا اتقدم لي شخص وهو مرحب بابني في حياته وبيته بس ابني رافض يعيش معانا. طبعا ابنك شاب، هو فكرة اللي يبقى ليه جوز أمي وهو شاب كده بيبقى صعبة. ممكن يكون بيغير عليكي، بيحبك، مش عايز حد يبقى شريكه فيكي. طبعا هو ده المشكلة ليه. بس ابني رافض يعيش معانا وبيقول لي لا، هعيش في بيت جدي، وانا ما اقدرش على بعاد ابني. طبعا ربنا يخليكي ليه. طبعا انت هتحسي ان الموضوع صعب واختيار صعب ما بين ابنك وما بين انت تكملي حياه مع شريك حياتك. والشخص التاني كويس جدا وشاريني وشاري ابني. الفكره ان ابني اغلب وقته في اوضته بيكلم صحابه او بيلعب معاهم على النت او بيذاكر. طبعا هو ليه حياته برضو. انت الشاب دوت بيبقى ليه حياته الخاصه، ليه مسؤولياته، ليه. الشاب غير البنت، عارفه لو كان معاكي بنت كنت هقول لك هتغزي بوناسها، لكن الولد بيبقى صعب قوي اللي انت يقعد قدامك تتكلموا مع بعض في مشكله تتكلموا. ده عشان كده انت حاسه بالوحده. بناكل بس سوا وخلاص، وبتحايل دايما يجي يقعد معايا نونس بعض نتفرج على حاجه سوا. مش بيرضى لحد ما بقيت خايفه اموت ومحدش يحس بيا. طبعا بعد الشر عليكي، ربنا يديكي الصحه ليه. بس هو احساس اللي انت تبقي لوحدك دي بتبقى صعبه فعلا. إيه طيب ما كلمتيش معايا ليه بالراحه؟ حاولي ان انت فعلا تسيبيه في بيت جده وتطمني عليه. هو هيبقى الموضوع صعب بالنسبه لك، بس انت لو انت مش قادره تكملي معاه وعايزه شريك حياه، شريك يكمل معاكي حياتك وونسك، فكري فيها بالراحه، وانت وابنك خدوا راي بعض، شوفوا هو تفكيره ايه. لحد ما بقيت خايفه اموت ومحدش يحس بيا، نفسي في ونس وحد يحسسني اني عايشه لسه. اعمل ايه؟ انا فكرت اسكن جنب شقه اهلي عشان ابقى جنب ابني برضو، ويبقى تحت عيني وابقى مطمنه عليه، وكمان عشان يبقى سهل يجي ياكل معانا ويروح البيت على النوم. هي الام بتبقى شايله مسؤوليه كل حاجه، شايله مسؤوليه، بتفكر ابنها عايش ازاي، بتفكر. لكن معلش الولد ممكن حياته تشغله. لو هو دلوقتي جه واحده حبها واتخطب، ممكن ما يفكرش انت هتعيش لوحدك ولا لا. بيبقى فيه نقطه انانيه شويه، مش انانيه بس دي سنه الحياه. الابن ما بيفكرش الام عايشه ازاي، هو ممكن يسيبك في البيت ويجي يسال عليكي. انت برضو فكري في النقطه دي. لو انت تقدري، ابنك دلوقتي لو خطب او اتجوز هتقدري تعيشي لوحدك؟ لو مش هتقدري يبقى اختاري الونس، كملي مع حياتك وابنك يبقى تحت عينك. برضو فكره ان انت تشوفي شقه جنب ابنك دي فكره كويسه، لو جوز لو اللي بيحبك ده موافق عليها، وابقى مطمنه عليه، وكمان عشان يبقى سهل يجي ياكل معانا ويروح البيت على النوم. المهم يبقى جنبي. انا في حيره وخوفي على ابني من الدنيا وناسها، وخصوصا ان ابوه بعد الانفصال عاش حياته ولا كانه مخلف ابن. ده يعني ابني ملوش غيري. انا مش بقولك سيبيه، فكري. لو انت فعلا عرفتي تخلي خطيبك ده يجيب لك شقه جنب بيت اهلك، يبقى هو ابنك برضو تحت عينك. مثلا ممكن انت تروحي تعملوا له اكل وتغسلوا له هدومه، تبصي عليه كل شويه. ما دام ده هيبقى جنبك، وابنك لو هو راضي اصلا بفكره الجواز اللي انت تتجوزي دي يبقى حاجه كويسه برضو، اللي هو متفاهم حاجه زي كده. ليه ساعات الابن بيبقى غيران على والدته، ما ينفعش يقول لي انا شاب دلوقتي الناس تقول عليا ايه. امي بعد ما انا بقيت شاب راحت تشوف واحد تاني، تتجوز واحد تاني، بيبقى فكره صعبه على الولد.
عشان كده بقولك مادام هو متقبل الفكره وشريك حياتك اللي انت اخترتيه متقبل اللي هو يجيب شقه ليكي جنب بيت اهلك، يبقى كويس جدا. يبقى شوفي حياتك، ومادام انت ما بتعمليش حاجه غلط، ليه ابنك ليه وقته ده كلها سنه سنتين وهتلاقيه بيفكر اللي هو يتجوز ويتخطب، وهتبقي لوحدك خالص. يبقى انت كده اخترتي البني ادم الصح، وبرده ما سبتيش ابنك. ويا ريت يكون المشكله عجبتكم وتستنى ارائكم وشوفوا لها حل وتبعتوا لي على الكومنتات. معكم رانيا في فضفضة قلبي مع رنوش. مع